وبركاته. طلاب الصف الثاني الثانوي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. خلصنا مع بعض سنه اولى وداخلين على سنه ثانيه. تمام، رحله جديده، منهج جديد، دنيا جديده، وكل حاجه جديده. طيب انت حضرتك السنه دي عندك ايه؟ امتع تاريخ هتقابله في حياتك. يعني احنا السنه دي هو عباره عن تاريخ ممتع، تاريخ انا عارفه وانت عارفه وكلنا كمسلمين عارفينه. طيب تاريخ بيتكلم عن الحضاره الاسلاميه، عن سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، اشرف الخلق اجمعين. طيب احنا مستر السنه دي بنتكلم عن الحضاره الاسلاميه. حلو حلو. طيب يا مستر المنهج سهل ولا صعب؟ حبيبي مفيش حاجه سهله ومفيش حاجه صعبه. انت بتاخد جزء من مستر وجزء على حضرتك. تمام، اتفرجت على الفيديوهات اول باول وذاكرت اول باول وحليت الشريحه بتاعت حضرتك اول باول. خلاص مفيش حاجه صعبه. ايه الصعب؟ يا مستر بيقابلني مشكله ما اعرفش احل. هنحل مع بعض واعلمك ازاي تحل واعلمك ازاي تعمل كل حاجه. ما تستعجلش، باذن الله السنه دي انت عندك كل حاجه لحد ما تدخل الامتحان باذن الله ما تكونش ناقص درجه. يعني الدرجه الواحده دي باذن الله باذن الله باذن واحد احد احنا مش هننقصها. طلاب سنه اولى طبعا اللي معانا مكملين من سنه اولى عارفين الكلام ده كويس. طيب احنا مستر هنتكلم عن التاريخ الاسلامي. طيب انا محتاج اعرف، اخدك بايدك كده ونرجع نخوض رحله مع بعض ايام قبل الاسلام، ايام الجاهليه. يا مستر خدت الكلام ده في ثانيه اعدادي، تاخده يا حبيبي تاني في ثانيه ثانوي. طيب انا دلوقتي خدتك من ايدك قلت لك تعالى درجن رجعنا لورا. انت رايح فين؟ ايام الجاهليه. ايه اللي بيحصل ايام الجاهليه؟ وايه الحضارات اللي موجوده ايام الجاهليه؟ وايه اللي كان عندهم الحياه عندهم عامله ازاي؟ الدنيا عندهم عامله ازاي؟ الكلام ده كله احنا هنعرف الكلام ده قبل ما ندخل على ميلاد سيدنا محمد، بحيث ان احنا نكون عارفين قد ايه العالم محتاج الى مجيء سيدنا محمد. طيب انا هدرس ايه بالظبط بقى قبل ما يجي سيدنا محمد؟ قال لك انت هتدرس حضارات شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام. ايه هي الحضارات اللي موجوده في شبه الجزيره العربيه قبل ما سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام يبعث؟ طيب انا دلوقتي قال لي انت عندك الجزيره العربيه دي شهدت استقرار بشري منذ الاف السنين. تمام، يعني هي مكان موجود من زمان. فجيت ابص لقيته بيقول لي فاستوطنها العرب وهم امه ساميه. يعني ايه مستر امه ساميه؟ يعني من نسل سام ابن نوح. تمام، من نسل سام ابن سيدنا نوح، فعشان كده اتسمت بامه ساميه نسبه الى سام ابن نوح. طيب بعد كده قال لك نشأ هناك شويه ممالك، سواء بقى في الشمال او الجنوب او الغرب. عندك هنا ممالك شمال، ممالك في الجنوب، ممالك في الغرب. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ قال لك يعني لو عندي شبه الجزيره العربيه عندك ممالك في الشمال، عندك ممالك في الجنوب، عندك ممالك في الغرب. تمام؟ طيب ايه هي بقى؟ قال لك في الجنوب فانت عندك معين وسبأ وحمير. معين سبأ حمير، اللي هلاقيه بيقول لحمير اقسم بالله ولا حمار. فانت عندك دلوقتي في حضارات في اليمن اسمهم معين وسبأ وحمير، وحضارات او ممالك في شمال شبه الجزيره العربيه. في ممالك في الشام زي تدمر والانباط والغساسنه. تدمر والانباط وايه؟ والغساسنه. قال لك طيب تدمر والانباط ومعين وسبأ وحمير سقطوا قبل ظهور الاسلام. يعني انت خليك عارف كده ان معين او سبأ او حمير او تدمر او الانباط سقطوا قبل ظهور الاسلام. طيب يبقى انا عارف ان في الشام تدمر انباط غساسنه. الانباط وتدمر الاثنين سقطوا قبل ظهور سيدنا محمد او قبل بعثه سيدنا محمد. الغساسنه مكمله. طيب وفين في العراق بقى؟ قال لك في حته اسمها الحيره في العراق. انا عارف الكلام ده كله بالتفصيل كمان شويه. فالحيره والغساسنه هما الاثنين بس اللي مكملين بعد ظهور الاسلام. طيب في الغرب قال لك ثلاثه: مكه، يثرب، الطائف، ودول برضه مكملين حتى ظهور الاسلام. طيب نيجي نبص على حضارات او ممالك اليمن. قال لك اول مملكه عندك مملكه اسمها معين. مملكه اسمها ايه؟ معين. طيب فين موقعها؟ قال لك في حته اسمها الجوف. الجوف في اليمن اهو. طيب ايه العاصمه بتاعتها؟ قال لك العاصمه بتاعت معين حته اسمها قرناو. يبقى انت عندك معين في منطقه الجوف في اليمن او الجوف في اليمن اهو. العاصمه بتاعتها اسمها قرناو. طب ديت من امتى؟ قال لك من 1300 قبل الميلاد حتى 630 قبل الميلاد. يعني انا مستر اقدر اقول له ان دي كده اقدم. اه دي اقدم حضاره في بلاد اليمن.
فهيجي بعدهم ناس اسمهم سبأ. تمام؟ فسبأ دول يروحوا يضربوا معين ويسيطروا هم على اليمن، فبالتالي احنا جاي لنا دلوقتي حضاره اسمها او مملكه اسمها مملكه سبأ. طيب مستر، انت قلت لي معين الاقدم، طب وسبأ الاشهر، يبقى مملكه سبأ دي الاشهر. طيب بعد كده فين بقى سبأ؟ قال لك جنوب غرب اليمن. طب العاصمه بتاعتها مأرب. تمام؟ طيب مأرب ده ليها قصه، او العاصمه دي ليها قصه. فقال لك في مدينه مأرب هيعملوا سد اسمه سد مأرب. سد يا مستر يبقى الناس ديت شغاله في الزراعه بالظبط. طيب شغالين في الزراعه وعملوا سد، يبقى استفادوا من علم الهندسه. فبالتالي مملكه سبأ الاشهر. سبب ايه يا مستر؟ مشهوره ليه سبأ دي؟ قال لك بسبب بلقيس ملكه سبأ اللي اجت مع سيدنا سليمان. سليمان والهدهد، سيدنا سليمان والهدهد اللي كانوا بيعبدوا الشمس. طيب من امتى مملكه سبأ؟ قال لك من 800 قبل الميلاد ل 110 ل 115 قبل الميلاد. طيب فهنا نرجع بقى تاني نشوف مملكه سبأ على الخريطه. ادي مملكه سبأ. تمام؟ بعد كده اخر مملكه مملكه حمير اللي موجوده على بحر العرب وبحر القلزم اللي هو دلوقتي اسمه البحر الاحمر. طيب هو بحر العرب دوت يا مستر له علاقه بانهي محيط؟ قال لك المحيط الهندي. طب يا مستر مملكه حمير اللي موجوده على البحر الاحمر والمحيط الهندي او بحر العرب، ما هي كده تقدر تعمل تواصل تجاري، تقدر تشتغل في البحر بالظبط. طب ما هي كده تقدر برضه تعمل تواصل تجاري. فقال لك مملكه حمير هيكون عندها اسطول تجاري، فبالتالي اقدر اقول له ان مملكه حمير دي قامت بدور الوسيط التجاري. ايه تاني يا مستر؟ قال لك اقدر اقول له ان هي قامت بدور برضه الترانزيت. يعني هنا مملكه حمير كان عندها اسطول فهتقوم بدور الوسيط وهتقوم بدور الترانزيت. ليه؟ لانها تطل على بحر العرب والبحر الاحمر اللي هو اسمه زمان بحر القلزم. طيب بحر العرب ده جزء من المحيط الهندي. طيب نروح بقى نبص على مملكه حمير. قال لك دي من 115 قبل الميلاد ل 525 ميلاديا. يبقى ظهرت المسيحيه في مملكه حمير. يا مستر عرفت منين؟ مش مكتوبه يا مستر. 525 ميلاديا يعني بعد ميلاد سيدنا عيسى ابن مريم. طيب فين بقى مملكه حمير؟ قال لك ما بين سبأ وبحر القلزم اللي هو البحر الاحمر. طيب العاصمه بتاعتها ريدان اللي هي حاليا ظفار. تمام؟ يبقى انت عندك عاصمه حمير ريدان، اسمها ايه دلوقتي؟ ظفار. طيب بعد كده قال لك نروح الى المدن اللي موجوده في غرب شبه الجزيره العربيه. زي ما مستر قال لك الناس دول اللي موجودين في الغرب هيشكلوا مناخ حضاري قبل ظهور الاسلام، زي مكه ويثرب والطائف. مكه ويثرب وايه؟ والطائف. طيب فهنا قال لك اشهر حد هناك مكه. اشهر حد موجود في غرب الجزيره العربيه هي مكه، واحنا طبعا عارفين يثرب اللي هي تحولت بعد كده الى المدينه المنوره النبويه. فهنا قال لك مكه المكرمه كانت اشهر مدن الحجاز، وليها اهميه اقتصاديه واهميه دينيه. تمام؟ فهي ليها اهميه اقتصاديه، تزود انت زائد اهميه دينيه. طب يا مستر اهميه اقتصاديه ليه؟ قال لك لان موقعها متميز، فبالتالي موقعها جغرافي متميز، اذا هتقع على طريق القوافل، فبالتالي هتعمل تجاره رحلتي الشتاء والصيف. فهنا موقعها الجغرافي ادى الى وقوعها على طريق القوافل اللي بين الشام واليمن، يعني هتعمل رحلتين تجاره. طيب زائد اهو ان هي بتعمل تنظيم للرحلات التجاريه زي رحلتي الشتاء والصيف. زائد ان عندها اسواق مشهوره زي مين يا مستر؟ قال لك زي سوق ذي المجاز ومجنة وعكاظ. تمام؟ طيب بعد كده قال لك ليها شهرة دينية مشهورة. بسبب ايه الشهرة الدينية بقى؟ قال لك بسبب وجود الكعبة المشرفة اللي هي بيت الله الحرام. مستر طب هل الناس دي كانت مسلمة؟ نعرف كمان شوية ان هم ما كانوش مسلمين، كانوا على عبادة الاصنام والاوثان، ولكن كانوا شايفين ان الكعبة ديت حاجة دينية وبيطوفوا حوالين الكعبة وحاطين الاصنام فوق الكعبة وبيطوفوا حوالين الاصنام ويعبدوا الاصنام. واشهر قبائل هناك هي قبيلة قريش. طيب نيجي الى يثرب. قال لك يثرب دي موجودة شمال مكة، يعني انا لو عندي مكة فهنا يثرب.
طيب يثرب عكس مكه، مكه شغاله في التجاره، يثرب شغاله في الزراعه. فقال لك يثرب تعد واحه زراعيه، وفي نفس الوقت هي تقع على طريق التجاره فتعتبر مدينه تجاريه. يبقى هل هي ليه مدينه تجاريه؟ قال لك لانها تقع على طريق القوافل، تقع على طريق القوافل. طيب ما بين مين ومين يا مستر؟ قال لك ما بين الشام واليمن، الشام شمالا اليمن جنوبا، الشام في الشمال اليمن في الجنوب. طيب كان فيها قبائل عربيه اشهرها الاوس والخزرج. طيب الاوس والخزرج دول اجوا منين؟ قال لك تعالى لي، فاكر لما قلنا اليمن فهنا معين وسبأ وحمير، فقلنا ان سبأ دي كان عندها سد اسمه سد مأرب. اه يا مستر كان عندهم سد اسمه سد مأرب. فسد مأرب ده الميه جت له كده اهو، جاي له ميه من الجزء ده، فبالتالي السد ايه اللي هيحصل؟ السد هينهار. فالسكان هتعمل ايه؟ تفضل قاعده في المدينه ولا هتهرب؟ قال لك لا، السكان اكيد هتهرب، لان طب الميه جايه كده يا مستر اهو، يبقى السكان تجري على الميه ولا عكس الميه؟ قال لك اكيد عكس الميه، فالسكان هتمشي كده. تمام؟ فالسكان اتجهوا الى شمال وغرب سوري، شمال شرق وشمال غرب وغرب. فهنا هيكونوا حته اسمها الحيره في العراق، وهنا هيكونوا حته اسمها الغساسنه. مملكه الحيره، مملكه الغساسنه. وفي شويه منهم هيروحوا يقعدوا في يثرب. مستر طب هم ليه رايحين يقعدوا في يثرب؟ إيه اللي عمل لهم اعجاب في يثرب؟ قال لك يا الناس في يثرب شغاله في ايه؟ في الزراعه. طب وانا بقول لك ان سبق عندها سد مأرب، يبقى سد هم كمان شغالين في ايه؟ في الزراعه. فاكيد انا هروح لمكان اعرف اشتغل فيه، فهروح يثرب عشان يثرب شغاله في الزراعه. يبقى هنا لما يجي يقول لك سكنها الاوس والخزرج اللي جايين من اليمن. طب جايين من اليمن بسبب ايه يا مستر؟ بسبب انهيار سد مأرب. يبقى كده لظروف طبيعيه. يبقى الهجره هنا لظروف ايه؟ طبيعيه، وهي انهيار سد مأرب. طيب نيجي بعد كده الى الطائف. قال لك الطائف تحت مكه، يبقى دلوقتي في ناس في النص، مكه فوقيها في الشمال يثرب، تحتها كده يمين شويه الطائف. طيب الطائف دي قال لك فوق جبل اسمه جبل غزوان. مستر انت قلت لي انه كلما ارتفعنا 150 متر تقل درجه الحراره 1 درجه مئويه بالظبط. فبالتالي الناس ديت فوق جبل، يبقى درجه الحراره عندهم عاليه ولا معتدله؟ درجه الحراره معتدله. ليه يا مستر؟ بسبب الارتفاع. يبقى هنا معتدله بسبب ايه؟ ارتفاع السطح، لانهم عايشين فوق جبل غزوان. طيب فالمناخ معتدل، فبالتالي حصل قيام للزراعه. طب هيزرعوا ايه هناك؟ قال لك هيزرعوا العنب. هيزرعوا ايه؟ العنب. طيب مين القبائل اللي هتقعد في الطائف؟ قال لك قبيلتين اسمهم هوازن وثقيف. يبقى هنا يسكنها قبيلتي هوازن وثقيف، والسكان بتوعها هيشتغلوا في التجاره. طيب مستر الطائف دي حاجه تانية بتميزها؟ قال لك ده يحيط بها اسوار. ايه ده؟ يحيط بها اسوار؟ لا يا مستر، خوفا من الاعداء. يعني هنا عندهم تحصين. مستر طب هم ليه عاملين تحصين؟ هل المدينه كويسه؟ قال لك مش انا قلت لك عنب؟ فطبيعي ده ارض زراعيه ولا جناين؟ حدائق يا مستر، جنينه فيها عنب. يبقى هنا كانت عباره عن ايه الطائف دي؟ قال لك حدائق. وعشان يامن الحدائق من طمع الاعداء فعمل اسوار تحيط بايه؟ بالطائف. فل كده زي الفل. طيب نيجي بقى على ممالك شبه الجزيره العربيه اللي هتقوم على اطراف شبه الجزيره العربيه، شمال شرق شمال غرب، حيره غساسنه، شمال شرق شمال غرب، حيره غساسنه. جايين منين؟ من اليمن بسبب انهيار سد ايه؟ مأرب. جايين منين؟ من اليمن بسبب انهيار سد مأرب، يعني ظروف طبيعيه. فقال لك قامت على اطراف الصحراء العربيه الشماليه شويه ممالك، اشهرهم الحيره والغساسنه وتدمر والانباط. قلنا ان تدمر والانباط الاثنين اتدمروا، خلصوا قبل ظهور الاسلام، وهتنسى. طيب المهم قال لك الدول دي او الممالك اللي هتحصل دي كان دول يعتبروا حد فاصل ما بين الفرس والروم. مستر الصراحه انا مش فاهم، تعالى لي. انت عندك هنا كده شويه ممالك، تمام؟ فقال لك عندك هنا ناس اسمهم الفرس، وهنا ناس اسمهم الروم. فبالتالي مين اللي بيفصل ما بين الفرس والروم؟ مين الحد الفاصل؟ قال لك الممالك اللي موجوده في شمال شبه الجزيره العربيه.
تمام؟ زي مين بقى؟ قال لك زي مملكه تدمر. المملكه دي غنيه جدا فتشتهر بايه؟ بثرائها. يعني هنا المملكه دي غنيه اللي هي مملكه تدمر. طيب فيها حاجه تميزها؟ قال لك طبعا ده عندها مباني ضخمه جدا. تمام؟ واخذت طابع المدن الاغريقيه. مستر استنى مستر، انا فاكر من السنه اللي فاتت اول ما تقول لي حاجه عن دوله تانية يبقى دوت كده تواصل. الله ينور، يبقى ده كده تواصل حضاري. صح يا مصر، لانهم عملوا المدن على الطريقه الاغريقيه والرومانيه. طيب اشهر الملوك عندهم ملكه اسمها الملكه زانوبيا. الملكه ايه؟ زانوبيا. مستر طب استنى نرجع بقى تاني كده، في ملكه مشهوره في سبأ اسمها بلقيس. اللي اجت مع سيدنا سليمان والهدهد. بالظبط. في ملكه تانية مشهوره اهوت اسمها ايه؟ زانوبيا. يبقى انا كده عندي كام ملكه؟ 2. طيب نيجي لمملكه الانباط. قال لك مملكه الانباط دي كانت على مفترق طرق القوافل، فبالتالي ليها اهميه تجاريه. تمام؟ طيب العاصمه بتاعتها اسمها ايه؟ قال لك العاصمه بتاعتها اسمها البتراء. يبقى هنا عاصمه الانباط البتراء، عاصمه الانباط البتراء. نيجي بقى لاهم مملكه او اهم مملكتين، الغساسنه والحيره. طيب مملكه الغساسنه قعدت في الشام من 220 ميلاديا ل 638 ميلاديا، يعني حضرت الدوله الاسلاميه. تمام؟ طيب مستر هو التواريخ بتاعت الانباط مش عليا؟ لا يا حبيبي مش عليك، اهو مش كاتبها لك. الانباط وتدمر. طيب فنيجي نبص لقينا مملكه الغساسنه دي. مستر معلش ممكن تفكرني جايين منين؟ اصلا نسيت. قال لك جايين من اليمن بسبب انهيار سد مأرب. يعني الهجره دي جايه من انهي اتجاه يا مستر؟ قال لك دي جايه من الجنوب. طيب اصلها قال لك الى قبائل اسمهم قبائل الازد اليمنيه. تمام؟ يبقى قبائل الازد دي منين؟ من اليمن. طيب بعد انهيار سد مأرب طلعوا يستقروا في باديه الشام. يبقى هنا بعد انهيار سد مأرب اللي هي عوامل طبيعيه استقروا في باديه الشام. طيب عاصمتها؟ قال لك العواصم بتاعتها كتير ولكن انا عايز عاصمه واحده اللي هي الاخيره. اخر عاصمه عندهم كان اسمها ايه؟ قال لي كان اسمها الجابيه. اخر عاصمه عندهم الجابيه. طب فين الجابيه؟ قال لك في الجولان. تمام؟ سوريا. هضبه الجولان في سوريا. يبقى هنا عاصمه الغساسنه الجابيه في الجولان. طيب نيجي نبص على الغساسنه دول نلاقي فيهم واحد اسمه جبله ابن الايهم. على الحيوان كده مش شبهك لان انت بتتفرج على الدرس. المهم جبله ابن الايهم هيجي يروح عامل ايه؟ يقول لهم بصوا يا جماعه، مش انا كده كده شبه الجزيره العربيه اهو في الجزء ده الغساسنه، اذا انا جنب الروم. طب ما انا اتحالف مع الروم ضد الدوله الاسلاميه. فجبله بن الايهم هيتحالف مع الروم في مواجهه مين؟ المسلمين في موقعه اسمها موقعه ايه؟ اليرموك سنه 13 هجريه. طب بعد الموقعه ده يا مستر؟ قال لك خلاص انتهت بانتصار المسلمين واصبحت الغساسنه جزءا من الدوله الاسلاميه. يعني انت هنا التحالفات الخارجيه بتاعتك هي اللي عملت لك اسقاط. انت وقعت بسبب التحالفات الخارجيه. والله شفت. يعني انا لو ما كنتش تحالفت مع الروم ضد الدوله الاسلاميه ما كنتش اصلا بقيت جزء من الدوله الاسلاميه. يبقى سقوط دوله الغساسنه بسبب الايه؟ التحالفات الخارجيه او بسبب السياسه الخارجيه لدوله او لمملكه الغساسنه. طيب نيجي للحيره. مستر الحيره دول شبه الغساسنه برضه من اليمن صح؟ بالظبط. فببص لقيتها اهو هجره القبائل اليمنيه. يعني دول مستر كده بيتحالفوا مع الروم؟ لا، دول هيتحالفوا مع الفرس. مستر لا انا كده اتلخبطت، مش دول الغساسنه؟ فين بقى الحيره؟ اهو الشكل ده ماشي. فالحيره هنا قريبه لمين؟ قال لك قريبه للفرس. طيب فجيت ابص لقيت ان الحيره تحالفت مع الفرس والغساسنه تحالفت مع الروم. مستر ايه ده؟ مش الاتنين دول من اليمن؟ الاتنين جايين من اليمن. يعني الاتنين اصل عرقي واحد بالظبط، اصل عرقي واحد. طب والتحالفات متشابهه ولا مختلفه؟ مختلفه يا مستر.
يبقى هنا التحالفات الخارجيه اثرت على الاصل الايه؟ العرقي. طب اشمعنى يا مستر الحيره تحالفت مع الفرس؟ قال لك بسبب ان الفرس قريبه منها. طب اشمعنى الغساسنه تحالفت مع الروم؟ برضه عشان الروم قريبه منها. فبالتالي الموقع الجغرافي هو اللي خلى التحالفات دي تتعمل بالظبط. يبقى قامت التحالفات بسبب الموقع ايه؟ الجغرافي، او بسبب القرب الجغرافي. ما تنساش. يبقى هنا ده عشان موقعه الجغرافي قريب من الفرس فتحالف من الفرس مع الفرس، وده عشان موقعه الجغرافي قريب من الروم فتحالف مع الروم، مع ان الاصل العرقي واحد. مستر حاسس ان انا مش فاهم الصراحه. طيب تعالى، انت قاعد في البيت، واحد بيشجع الاهلي او انت بتشجع الاهلي، تمام؟ بس بابا بيشجع الزمالك واخوك بيشجع المصري. هو مش انتوا الثلاثه عيله واحده؟ اه. بس هل انتمائكم واحد؟ لا يا مستر. طب يبقى احنا الثلاثه هنا اصل عرق واحد بالظبط، احنا عيله واحده، بس الانتماء مختلف ولا مش مختلف؟ مختلف. انا بحب الاهلي وهو بيحب الزمالك وهو بيحب المصري، يبقى الانتماء مختلف. فبالتالي دول اصل عرق واحد بس الانتماء مختلف. دول هينتموا للفرس ودول هينتموا للروم. فل كده زي الفل، الاهلي ان شاء الله ياخد الدوري. المهم قال لك مملكه الحيره، تمام؟ لسه قايلينها جايه منين؟ من اليمن. وعرفنا ان هم بيتحالفوا مع مين؟ مع الفرس. طب دول سنه كام؟ 268 حتى 633 ميلاديا. طيب يا مستر هم دلوقتي موجودين ولا مش موجودين؟ قلت لك اخرهم 633 ميلاديا. طب يا مستر دلوقتي دول 638 ودول 633، يبقى مين سقط اول؟ الحيره سقطت قبل الغساسنه. طيب ايه سبب سقوط الحيره يا مستر؟ تعالى لي بقى كده. او قبل سقوط الحيره، هم كانوا بيعيشوا في جنوب الكوفه، يعني في العراق، عند غرب نهر الفرات، يعني شغالين على الزراعه. طيب ايه بقى السبب ان هم يسقطوا؟ فاكر جبله بن الايهم اللي تحالف مع الروم ضد الدوله الاسلاميه في موقعة اليرموك، فالمسلمين كسبوه فاصبحت الغساسنه جزء من الدوله الاسلاميه؟ بس يعني هو ده نفس السبب. قال لك الحيره هتتحالف مع الفرس ضد الدوله الاسلاميه فالمسلمين يكسبوهم، فخلاص تبقى الحيره دوله اسلاميه او جزء من الدوله الاسلاميه. اهو قال لك الحيره كانت تابعه للدوله الساسانيه. مين الدوله الساسانيه دي؟ الفارسيه. وهتيجي تساندها في الحرب ضد مين؟ الروم وحلفائها الغساسنه. طيب وبعد كده هتساندهم في الحرب ضد المسلمين لحد ما فتحها مين؟ المسلمين، واصبحت جزءا من الدوله الاسلاميه. مستر لحظه، الحيره بتحارب الغساسنه يا مستر؟ اه، مش قلنا هم اصل عرق واحد بس انتماء مختلف؟ يعني الانتماء غلب على الاصل العرقي وخلاهم يحاربوا بعض بالظبط. طيب بعد كده نيجي بقى لمظاهر الحضاره في شبه الجزيره العربيه. قلنا ان اي حضاره لازم يكون عندها 5 مقاومات: حياه سياسيه، حياه دينيه، حياه اقتصاديه، حياه فكريه وعلميه، وحياه اجتماعيه. طيب انا هدرس كل النهارده، الفيديو هيكون طويل عليك شويتين 3، ولكن عشان احنا متاخرين على المنصه، تمام؟ المهم عندي الحياه السياسيه. كانوا بيعيشوا ازاي؟ كان نظام حكمهم عامل ازاي؟ عايز اعرف شبه الجزيره العربيه عايشين ازاي. تعالى بايدك كده، يلا بينا. المهم قال لك هنا كان في نظام قبلي وكان في نظام شبه ملكي. نظام قبلي ونظام شبه ملكي. فالنظام القبلي هيكون فين؟ في الصحراء مستر، يعني في البدو، تمام؟ طيب فسكان شبه الجزيره العربيه كانوا بينقسموا الى بدو وحضر. حضر يعني عايشين في مدينه، يعني اكيد مش هيكون قبيله، تمام؟ يبقى النظام السياسي متشابه ولا مختلف؟ مختلف يا مستر. البدو قبلي، الحضر شبه ملكي. يبقى اهو النظام القبلي في البدو والنظام شبه الملكي في اليمن والغساسنه والحيره كمان. طيب النظام القبلي قال لك ده كان النظام المنتشر، النظام الغالب في معظم شبه الجزيره العربيه. طيب بيقوم على ايه بقى؟ القبيله هي وحده النظام السياسي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت القبيله بتاعتك هي اهم حاجه عندك، احنا عايشين في القبيله، تمام؟ احنا عندنا عصبيه قبليه، حلو زي الفل. فتيجي تبص قال لك شايف انت القبيله المعفنه دي، شويه الخيام اللي جنب بعض دول عاملين دستور، فكانت القبيله تخضع الى دستور، تمام؟ طب الدستور دوت يا مستر مكتوب؟ قال لك لا، ده شويه اعراف وتقاليد. عارف انت لما بنيجي نقعد قعده عرف ويجيب واحد كبير كده يقعد ويحكم ويقول لك ده خلاص هو الغلطان او ده هو الغلطان بالظبط. فمين بقى اللي هيقعد ويحكم؟ شيخ القبيله. فهنا قال لك في شويه عرف وتقاليد بتربط افراد القبيله بين بعضها برباط اسمه رباط الدم. رباط اسمه رباط ايه؟ الدم.
زائد ان احنا هنتجوز من بعض يبقى هيربطنا رباط النسب. حلو حلو. طب الشخص ده لازم غصب عنه يشتغل او يعمل عشان مصلحه القبيله. تمام؟ يعني احنا كلنا من اجل مين؟ القبيله، احنا كلنا فدا القبيله. تمام؟ طيب فتيجي تبص، هو نظام القبيله يا مستر بينقسم الى ايه؟ قال لك يا اما شيخ القبيله يا اما مجلس القبيله. بس. طيب شيخ القبيله قال لك ده بيقود المعارك، بيستقبل الوفود، بيعقد المعاهدات، يفصل في النزاعات. مستر هو خلى ايه الناس الباقيه تعمله؟ قال لك مفيش اي حاجه ثانيه. اذا الراجل ده لا يعرف الفصل في السلطات. اه يا مستر ده من السنه اللي فاتت بالظبط. يبقى هنا هو في ايده كل السلطات، اذا لا يعرف الفصل في ايه؟ في السلطات. طيب بعد كده قال لك بيساعدوا، هم مش بيساعدوا قوي، هم ما لهمش لازمه. مجلس القبيله ده عباره عن زعماء القبيله وكبار مشايخها. تمام؟ محتاجين كلمه مشايخ، هذه الشيوخ. شيوخ في مجلس القبيله شيوخ. تمام؟ طيب دول بيتولوا مهام شؤون القبيله زي دار الندوه. ايه دار الندوه ده يا مستر؟ هيجوا مع بعض يقعدوا يعملوا اجتماع، فالمكان اللي هيعملوا فيه الاجتماع ده اسمه دار الندوه. تمام؟ فانت عندك مجلس القبيله عنده مهام اسمها مهام دار ايه؟ الندوه. هيجي شيخ القبيله، تمام؟ يقعد وحواليه العيال اللي هم ايه؟ مجلس القبيله، معلم الرسميه. طيب فالعلاقه بين القبائل زمان كانت علاقه وحشه جدا. طب ليه يا مستر علاقه وحشه؟ قال لك لان القبائل دول عايشين في صحراء وعندهم حرفه اسمها حرفه رعي الاغنام. فكل واحد طالع بشويه الغنم بتاعه درجن 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 بيدور على ميه. تمام؟ فانا هنا مش لاقي ميه، فهعمل ايه اول ما نلاقي ميه؟ القبيله دي هتتشكل مع القبيله دي عشان اللي يعرف ياخد الميه يشرب الاغنام بتاعته. اه يا مستر يعني كده الحروب هتقوم بسبب الميه؟ بالظبط. يبقى انت عندك العلاقه بين القبائل وحشه لان في نزاعات دايما على ايه؟ على الميه. فهنا قال لك العلاقه لا تسير على وتيره واحده، يعني شويه حلو شويه وحش. تمام؟ فينشا بينهم شويه نزاعات وحروب بسبب الميه والمرعى. طب انت قتلت من عندي واحد، انا هسيبك؟ هاخد طاري. عندهم الاخذ بالثأر، فبالتالي هيروح ياخد الطار بتاعه. يبقى كده عندهم عاده ثانيه وهي عاده الاخذ بالثأر. طيب اشهر الحروب عندهم بقى حرب البسوس وحرب الفجار. حرب البسوس وحرب ايه؟ حرب الفجار. قال لك حرب البسوس دي هتقوم بسبب ناقه وهي ناقه البسوس. طبعا حكايه كبيره، كليب ما علينا، مش موضوعنا. طيب يجي بقى هنا القبائل تبدا ان هي تتجمع مع بعضها وتعمل شويه احلاف. يعني ايه احلاف؟ يعني تعالى كده انا احلفك ونقعد نتفق وناخد مع بعض كلمه راجل ان احنا مش هنعمل كذا. ده بيتسمى حلف. تمام؟ يعني عهد. فهنا قال لك اتعمل شويه احلاف قبل الاسلام. قبل الاسلام زي حلف اسمه حلف الفضول. مستر هو حلف الفضول ده اللي كان في سيدنا محمد؟ بالظبط. فحلف الفضول ده هنا بمشاركه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فهنا اقول لك اهوت حلف تعادت فيه قبائل مكه على ان تكون يد واحده مع المظلوم. يعني احنا حلف الفضول هو حلف لنصره المظلوم، كل القبائل تتحد عشان تكون مع مين؟ مع المظلوم. تمام؟ وشارك في الحلف سيدنا محمد او حضر الحلف سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نيجي على النظام الملكي. سوري، شبه الملكي. فالنظام شبه الملكي ده قال لك احنا مش احنا اللي عارفينه. يبقى احنا عرفناه من حد. بالظبط، احنا عرفناه من الفرس والروم. عرفناه من مين ومين؟ الفرس والروم. فهنا قال لك ده النظام السياسي السائد في الحضر، يعني في المدن. عندك المدن فين؟ قال لك في ممالك شمال شبه الجزيره العربيه سواء الحيره او الغساسنه والجنوب. تمام؟ طيب فهنا قال لك نظام شبه ملكي، يعني الملك بيمسك الحكم، بعد كده لو الملك مات يمسك ابنه، ابنه مات يمسك ابنه، يعني نظام وراثه زي ما قلنا. فهنا اتأثرت الممالك بالنظام السياسي للفرس والروم. يعني هنا هم اخذوا من النظام شبه الملكي من الفرس والروم. يعني مستر هو كده برضه بسبب الموقع الجغرافي؟ بالظبط يا حبيبي. يبقى ده تواصل، والتواصل ده بسبب موقع جغرافي. حلو زي الفل. نبص بقى على العناصر. قال لك دلوقتي انت عندك في النظام شبه الملكي شويه هيئات. الملك
هيمسك شؤون البلاد، حلوه مصر، وهيحمي الحدود، حلو، وهيحفظ الامن، الحمد لله شكلهم كده هيوزعوا السلطات. نتفرج. بعد كده يساعدوا كبار الموظفين، فكبار الموظفين هيساعدوا الملك في شؤون الحكم واداره البلاد. طب تمام. يجي بعد كده عايزين حد يمسك المحافظات اللي هي كانت زمان اسمها الاقاليم، فنجيب حكام اقاليم. طيب فحكام الاقاليم يعتبر نواب للملك، حكام الاقاليم هنا نواب لمين؟ للملك في اداره الاقاليم، وكل واحد من حكام الاقاليم دول بيتسمى كبيرا. يعني احنا نشوف كده نقول له كبير، صباح الفل يا كبير، مساء الفل يا كبير. ليه؟ لان حكام الاقاليم كانوا بيتسموا كل واحد منهم اسمه كبيرا. طيب نيجي بقى على المجلس العام، ركز والنبي، بيقول لك ايه؟ يتبع الملك. مستر، يتبع الملك يعني كلامه على كلام الملك بالظبط. خد بالك لسه هنقول معلومه تانية. فالمجلس العام هنا اهو مهم، بيتكون من كبار الاثرياء مش عايزهم، كبار موظفين مش عايزهم، الكهنه. ايه ده؟ كهنه يعني رجال دين بالظبط. طب مستر، مش انت في مجلس القبيله قلت ان هو بيتكون من مشايخ؟ يعني ومجلس القبيله ملوش علاقه بشيخ القبيله، وهنا ملوش علاقه بالملك، يعني ما بيصدرش قوانين، ما بيديش اوامر، هو بيتبع الملك والتاني بيتبع شيخ القبيله بالظبط. يبقى بيتشابه المجلس العام مع ايه؟ مع مجلس القبيله، يتشابه المجلس العام مع مجلس القبيله. طيب بعد كده اخر حاجه بقى في الدوله الجيش. طيب فرقه عسكريه للدفاع عن المملكه. اتنين، الحياه الدينيه. اه لم يكن العرب على ديانه واحده. تمام، تعالى بقى معايا كده، ممكن اشرب هات كوبايه شاي واشرب شاي واقعد معايا بسكوتك في ايدك واحنا بنتفرج على الحياه الدينيه. ليه؟ ضحك، بس هم معتقداتهم كده. المهم الحياه الدينيه هنا بقى، قال لك الناس دي ما كانوش على ديانه واحده. ما كانوا على ايه يا مستر؟ قال لك والله ولا ديانه واحده ولا عباده واحده قبل الاسلام، الغالبيه منهم كان بيعتنق عبادات وضعيه. يعني ايه مستر عباده وضعيه؟ قال لك بص يا حبيبي، انت عندك نوعين من العباده، عباده سماويه نازله من السماء، وعباده وضعيه الانسان اللي وضعها. يعني انا مثلا جيت قلت انا هعبد، استغفر الله العظيم يا رب، مش انا، هم، انا هعبد التمثال ده، فاروح جاي اعمل تمثال من الحجر او من العجوه. تمام. فيجي بعد كده يجوع بالليل، يروح اكل تمثال العجوه، يقول لك انا كده خدت بركه الاله، مش عايز حاجه تانية، انا اخدت البركه. طيب فانت عندك دلوقتي ديانات سماويه وديانات وضعيه. نبص على الديانات السماويه. قال لك الديانات السماويه سواء كانت الحنيفيه او اليهوديه او المسيحيه. فهنا الديانات السماويه لم يعتنقها العرب كثيرا قبل الاسلام، يعني هنا كان شويه قليلين اللي اعتنقوا الديانات السماويه. طيب زي ايه؟ قال لك زي الديانه الحنيفيه. تمام، ديانه مين ده يا مستر؟ ديانه سيدنا ابراهيم. فهنا قال لك الديانه الحنيفيه اتعرفت في مكه. مستر معلش، ده كده مكه عرفت التوحيد، بس هما ما بيعبدوش ديانه واحده. بس استنى هنجيلك كمان شويه. تمام. بعد كده قال لك اهو عارف اهلها التوحيد، وفي طائفه منهم فضلت على الديانه الحنيفيه حتى ظهور الاسلام، الحمد لله دول ربنا هداهم. تمام. طيب بعد كده اليهوديه، ديانه سيدنا موسى عليه السلام. فين بقى الديانه اليهوديه؟ قال لك انتشرت في مناطق قليله جدا، وخاصه خيبر، يثرب، حمير في اليمن. مستر تعالى لي واحده واحده. خيبر ويثرب غرب الجزيره العربيه، حمير شمال الجزيره العربيه. طب شمال شرق مصر ولا شمال الغرب؟ قال لك لا، دي شمال شرق. يبقى كده انتشرت الديانه اليهوديه فين؟ في الغرب والشمال الشرقي. طيب وكذلك انتشرت الديانه الحنيفيه في مكه يعني في الغرب. بعد كده قال لي الديانه المسيحيه او النصرانيه ديانه سيدنا عيسى ابن مريم. تمام؟ تمام. فين؟ مش هنقول الايه بتاعتهم، مش هنقولها، لكم دينكم ولي دين، عشان احنا على التلفزيون. انتشرت بين عرب الغساسنه في الشام. غساسنه يا مستر، يبقى كده الغساسنه من اليمن والحيره من اليمن، بس اليهوديه كانت في حمير. اسف نرجع تاني، في غلطه. حمير في جنوب شبه الجزيره العربيه، فكرتها الحيره.
طيب المهم المسيحيه قلنا هتنتشر في الغساسنه اللي هي اصلا من اصول يمنيه اللي هاجروا بسبب انهيار سد مأرب. فمستر كده اليمن نفسها عندها ديانه يهوديه. حلو. وبعد كده الحيره والغساسنه اللي هم من اليمن عندهم ديانه مسيحيه. طب اشمعنى يا مستر؟ يعني اشمعنى دول على الديانه المسيحيه؟ قال لك لان الغساسنه والحيره كانوا جنب الفرس والروم على الديانه المسيحيه. طيب بعد كده في اجزاء من اليمن. يا مستر ده اليمن كده عندها كذا ديانه. بالظبط، اليمن عندها تنوع في الديانات. نروح بقى للعبادات الوضعيه. قال لك العبادات الوضعيه هي من وضعها الانسان وقد اعتنقها غالبيه العرب. اعتنقها غالبيه ايه؟ العرب. فتيجي تبص الوثنيه عباده الاصنام والاوثان. ايه الفرق يا مستر بين الصنم والوثن؟ الصنم تمثال على هيئه انسان والوثن تمثال على هيئه طير او حيوان. فنيجي نبص، تعال بقى كده عشان ايه محتاجينك. ده عمل تمثال، ده التمثال بتاعه. فيجي الشخص يصنع التمثال ويقول لك هذا الهي، تمام؟ فبعد ما يصنعه يقول لك خلاص هبيعه. فتيجي انت تشتريه في موسم الحج. فلما تروح تشتري التمثال قال لك بكام؟ قال لك ب 10 دراهم. هتفاصل في الاله؟ مش هتفاصل. فهتشتريه، تمام؟ طيب مستر انت منين قلت لي ان هم عرفوا التوحيد ومنين دلوقتي بتقول عندهم وثنيه؟ تعالى لي. قال لك دلوقتي هو شايف ان التماثيل دي هتوصله بالاله. يا ابن المجنونه، فانا هعمل التماثيل. ده تمثال اهو، التمثال ده يوصلني بمين؟ بربنا. استغفر الله العظيم يا رب. فهنا التماثيل كانت وسيله ان هي توصلهم بمين؟ بالاله اللي احنا هو في اله في السماء، فاحنا عايزين نوصل للاله اللي في السماء. هنوصل له ازاي؟ هنعمل تمثال نهديه. طيب بلاش حجر، نعمله عجوه عشان ناكله بالليل واحنا جعانين فيبقى اكلنا بركه الاله. تمام؟ طيب انتشرت فين العباده الوثنيه او عباده الاصنام والاوثان؟ قال لك في بلاد العرب، واتخذت كل قبيله صنم، يعني كل قبيله صنم بتعبده. احنا الصنم بتاعنا اللي شكله اسود ده، وهم الصنم بتاعهم اللي شكله اصفر ده، وهم الصنم بتاعهم الواد ده، تمام؟ فالكل قبيله صنم زي هبل واللاتي والعزى ومناه. مستر اللات والعزى، تمام؟ اسم اللات ده يا حبيبي جاي من الله. يعني يا مستر هم كده عارفوا التوحيد بالظبط. اهو اللات مشتقه من الله. طيب واسم العزى مشتقه من العزيز. طيب وبعد كده هنروح جايين عاملين لكل تمثال معبد، يبقى عملوا المعابد وقدموا لها القرابين. طب ليه؟ قال لك عشان توصلنا بالآلهة، عشان يوصلونا بمين؟ بالآلهة. طيب تاني عبادة قال لك عبادة الصابئة. يعني ايه الصابئة؟ يعني عبادة النجوم والكواكب. عبادة نجوم وكواكب يا مستر ممكن تنتشر في سبأ. بالظبط، تمام. طيب انتشرت فين؟ في الرقة وحران في الشام واجزاء من اليمن اللي هي خصوصا سبأ. مستر هي عبادة الصابئة مش كواكب ونجوم، يبقى العبادة دي ليها علاقة بعلم الفلك. بالظبط، ليها علاقة بعلم ايه؟ علم الفلك. يبقى الصابئة كان ليها علاقة بعلم الفلك، يعني هنا حصل تقدم في علم الفلك عشان يعبدوا النجوم والكواكب. طيب انتشرت فين؟ قال لك الرقة وحران في الشام يعني الشمال، واليمن يعني الجنوب. اليمن فيها تنوع ديانات اهو. طيب نيجي بقى للمجوسية عبادة النار. فهنا قال لك احنا بنعبد الهين مش اله واحد. احنا عكس الناس، واحد للخير واحد للشر. يعني هنا فيهم اله للخير واله للشر. وانتشرت فين؟ قال لك في شرق شبه الجزيره العربيه. اهو دي العباده الوحيده اللي فين؟ اللي في الشرق. طيب احنا عرفناها من مين بقى؟ من الفرس. يبقى احنا كده عرفنا المجوسيه من الفرس والمسيحيه من الروم، او هم عرفوا المجوسيه من الفرس والمسيحيه من الروم. طيب نخش على الحياه الاقتصاديه. احنا قلنا الدرس هيطول شويه، لاش شد كده شد. الحاله الاقتصاديه قال لك اشهر حاجه هناك حرفه الراعي. فالحرفه دي او هي الاكثر مشاركه، هي الحرفه السائده. طيب ليه يا عم؟ قال لك بسبب الطبيعه الصحراويه. يعني مستر حرفه الراعي منتشره لاسباب جغرافيه. بالظبط، وهي الطبيعه الصحراويه. يبقى تنتشر حرفه الراعي لاسباب جغرافيه وهي الطبيعه الصحراويه. مستر مش عايز اقول جغرافيه، خلاص يا حبيبي تبقى مناخيه.
يا اما مناخيه او جغرافيه، المناخ جزء من الجغرافيا. طيب فقال لك اهو الراعي هي الحرفه السائده بسبب الطبيعه الصحراويه لشبه الجزيره العربيه. طب تاني حاجه قال لك الزراعه. الزراعه مقتصره في شويه اماكن زي الاجزاء الشماليه والجنوبيه والابار والعيون في وسط والاطراف. فالاجزاء الشماليه بتعتمد على امطار في باديه الشام، والاجزاء الجنوبيه على بلاد اليمن اللي كان عندهم سد مأرب. طيب ومناطق الابار والعيون في الوسط واطراف شبه الجزيره العربيه. والزراعه بترتبط بتربيه الماشيه، فانتشرت هناك تربيه الابل والارنام والماعز. تمام، يبقى ابل وارنام وماعز مرتبطه بايه؟ بالزراعه. طيب ليه بقى بنزرع هنا؟ قال لك بسبب وجود التربه الخصبه، وفره الميه العذبه، ومشروعات الري. اهم المحاصيل اللي عندكم ايه بقى يا جماعه؟ قال لك احنا عندنا نخيل اللي هو النخل، والخضروات. عندنا بلح. تمام، بلحه عارفينه؟ ما عرفوش. طيب بعد كده الصناعه. قال لك دلوقتي الصناعه في شبه الجزيره العربيه محدوده، ناس بدائيه، يبقى الصناعه عندهم على قدهم. طيب انتوا بتصنعوا يا جماعه؟ قال لك استنى اوعى تنسى، عندنا نزعه قبليه، وعندنا اخذ بالصقر، وعندنا حروب زي حرب البسوس وحرب الفجار. يبقى انا السياسه بتاعتي هتخلي تاثر في الصناعه ازاي؟ قال لك انا هصنع سيوف ورماح. سيوف ورماح، يبقى انت هنا الاسباب عسكريه. وهيصنع الاواني من الفخار. بعد كده هيصنعوا ادوات الحلي والزينه من اللؤلؤ اللي اخذوه من الخليج العربي. مستر لؤلؤ من الخليج العربي، مين اللي جنب الخليج العربي؟ قال لك عندك مكه وعندك اليمن. عندك مكه وعندك ايه؟ اليمن، واكثرهم اليمن. طيب التجاره اشهر حاجه في مكه، سبب شهره مكه وسبب شهره الجزيره العربيه. يبقى التجاره دي كانت هي سبب الشهره. شهرة يا مستر مع ايه؟ فاكر لما قلت لك الكعبة؟ بالظبط، شهرة مع الكعبة، اسباب اقتصادية واسباب دينية. طيب ليه التجارة ازدهرت في شبه الجزيرة العربية؟ قال لك بسبب شوية اسباب زي الطرق الممهدة. طرق ممهدة يا مستر، يبقى ده كده علم هندسة. بالظبط. زائد ان العرب عارفين الطرق، فسهل ان احنا نسافر. طيب معرفة العرب مواقع الكواكب والنجوم. مستر مواقع الكواكب والنجوم، يعني ده كده يا مستر علم الفلك. بالظبط، يبقى استخدموا علم الفلك في ايه؟ في التجاره. يبقى ارتبط علم الفلك بالتجاره، وارتبط علم الهندسه بالتجاره. طيب بعد كده قال لك احنا بقى هنمشي بالكواكب والنجوم فين؟ في البر ولا البحر؟ قال لك الاثنين، في البر والبحر. طيب زائد ان موقع شبه الجزيره العربيه متوسط، فبالتالي بتقوم بدور الوسيط التجاري. فقال لك هنا الموقع المتوسط شبه الجزيره العربيه، فهي حلقه ايه؟ تواصل بين الشرق والغرب، وخصوصا اليمن. ما تنساش، لان اليمن اللي كان عندها اسطول، فبتوصل بين الشرق والغرب. فهنا قال لك بتشرف شبه الجزيره العربيه على بحر القلزم اللي هو البحر الاحمر، والخليج العربي وبحر العرب. هو خصوصا مين يا مستر؟ قال لك خصوصا اليمن، خاصه اليمن. طيب فهيبقى ليها نشاط تجاري واسع مع الجزر الاسيويه، اوروبا، فارس، هند، شرق اسيا. أربعة بسبب شهرة التجارة امتلاك اليمن أسطول تجاري اللي احنا لسه عمالين نقوله. فالأسطول التجاري يبدأ ينقل البضائع اللي جاية له من موانئ الهند والصومال والحبشة، يروح بها بقى لفين؟ قال لك يروح بها للشام ومصر وإلى أوروبا. مستر مش ده ترانزيت يا مستر زي ما حضرتك قلت من شوية؟ بالظبط. طيب مش ده وسيط تجاري؟ بالظبط. يبقى قامت اليمن هنا بدور الوسيط الايه؟ التجاري، او دور الترانزيت التجاري. طيب خمسه بقى شهره مكه التجاريه بسبب ايه؟ مكه بتعمل رحلتين اسمهم رحلتي الشتاء والصيف. تمام؟ يبقى تنظيمها رحلات تجاريه زي رحلتي الشتاء والصيف، زائد موقع مكه الجغرافي المتميز اللي احنا قلناه فوق على طريق القوافل بين الشام واليمن. شهره اسواقها زي سوق ذي المجاز ومجنه وعكاظ، لسه قايلين الكلام ده. طيب ستة، قال لك بسبب شهرة التجارة، أو من أسباب شهرة التجارة عند العرب إن هم بيستخدموا العملة. مستر عكس سنة أولى، مصر لم تعرف العملة بالظبط. فهنا العرب معاهم عملة. طب معاهم كام عملة؟ قال لك اتنين، يا إما دينار ذهبي يا إما درهم فضة. الدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية. الدنانير الذهبية من الروم، والدراهم الفضية من الفرس. طب ما ده في حد ذاته مستر تواصل، احنا عملنا تواصل معاهم فعرفنا العملة بتاعتهم. تمام؟ تمام. بس ده بقى للتجاره الداخليه ولا للتجاره الخارجيه؟ قال لك العملتين دول تجاره خارجيه.
طب امال لو انا هعمل تجاره داخليه عندي هعمل ايه؟ قال لك هتعمل مقايضه. فاكر المقايضه بتاعت السنه اللي فاتت؟ خد كيلو بطاطس هات كيلو طماطم، خد كيلو خيار هات كيلو بصل. مقايضه. تمام؟ طيب نيجي على الحياه الفكريه والعلميه. قال لك العرب قبل الاسلام كان عندهم موروث فكري وشويه علوم وحاجات كويسه جدا. مش قوي يعني، مش زي الفراعنه. طيب المهم زي ايه؟ قال لك زي الادب. اشتهروا بالشعر والخطابه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ارسل سيدنا محمد عليهم بمعجزتين، معجزه الخطابه ومعجزه القران. تمام؟ فالشعر والخطابه ده هيتقالوا فين؟ قال لك هيتقالوا في الاسواق. لا لحظه، السوق اللي هو ليه اهميه اقتصاديه هقول فيه شعر؟ هقول فيه شعر يبقى بقى ليه اهميه ثقافيه. يبقى لم تقتصر الاسواق في مكه على الاهميه الاقتصاديه، وانما اهميه اقتصاديه وثقافيه. ليه؟ عشان بنقول فيها الشعر. تمام؟ طيب فبالتالي قال لك بقى هنا كده الاسواق دي لها شهرتين، شهره اقتصاديه وشهره ثقافيه. طيب اشهر شاعر عندهم كان واحد اسمه النابغه الذبياني، وطبعا انت اخذت عنترة بن شداد واخذت المعلقات بتاعته، والكلام دوت سنه اولى اعتقد، اولى ثانوي اهو. طيب العلوم. قال لك كان عندهم شويه علوم خاصه في الشمال، يعني حيره وغساسنه. تمام؟ طب حيره وغساسنه قلنا اي شمال بيتاثر باثنين، فرس وروم. اي شمال بيتاثر باثنين، فرس وروم. يبقى العلوم اللي معروفه في الشمال متاثره بحضاره الفرس وحضاره الروم. طيب نروح بقى للعلوم. قال لك الطب، عرفوا التداوي، يعني عرفوا ازاي نخلي المريض يخف. طيب بايه يا مستر؟ بالاعشاب الطبيعيه. اعشاب يعني زراعه. بالظبط، يبقى احتاج علم الطب لحرفه الزراعه عشان يعرفوا يعملوا ايه؟ التداوي. طيب اشهر الاطباء قال لك واحد اسمه الحارس بن كلده الثقفي. الثقفي يعني ايه يا مستر؟ الثقفي ده منين ده؟ مين الراجل ده؟ معرفش يا مستر. تعرفش ايه؟ يا بابا تعالى لي يا حبيبي، الحارس بن كلده الثقفي يعني من قبيله ثقيف. واحنا قلنا هوازن وثقيف فين؟ في الطائف. يبقى الراجل الحارس بن كلده دوت منين؟ من الطائف. اه انت طلعته لوحدك. طيب الحارس بن كلده الثقفي اتلقب بطبيب العرب. بعد كده علم الفلك. قال لك عرفوا علم الفلك، او عرفوا علم الفلك مواقع النجوم والكواكب، واستخدموها في التجاره واستخدموها في العباده. تمام؟ طيب علم الانواع. احنا عندنا في بورسعيد هنا تيجي تبص يقول لك ده الاسبوع الجاي في نوه جامده، ما حدش هينزل المدرسه ولا حاسب ولا اوعى تنزل، لا هوا ده جامد، برق ورعد. نوه. فهم عرفوا العلم ده اللي هو علم ايه؟ الانواء. مستر هيفيدهم في ايه ده؟ قال لك هيفيدهم ان هو يعرفهم وقت هبوب الرياح ونزول المطر، فنقرر يا اما نطلع نتاجر او ما نطلعش نتاجر. هنطلع نتاجر كده في الصحراء وفي مطر وفي نوه؟ اكيد لا. تمام؟ ده انت لما بتسمع ان في نوه ما بتنزلش الدرس ولا بتنزل المدرسه. فبالتالي عرفوا اوقات هبوب الرياح ونزول الامطار. نروح بقى للهندسه. احنا قلنا ان هم عملوا سد اسمه سد مأرب. يبقى كان عندهم علم هندسه ولا ما عندهمش؟ عندهم يا مستر. فقال لك استخدموها في بناء السدود، واستخدموها في شق الطرق. شق الطرق. يبقى دلوقتي اللي محتاج علم الهندسه القريه او البدو ولا الحضر؟ مستر اكيد المدن، يعني الحضر. طيب هما بيشقوا الطرق فين؟ قال لك في الجبال. ليه يا عم؟ عشان يربطوا القرى والمدن ببعضها، يعني في الحضر. نيجي بقى على الفنون والعمارة. قال لك دلوقتي عندهم فن اسمه فن النحت وفن القلاع والحصون والمعابد والأديرة والقصور. طيب تعالى كده واحدة واحدة، الحاجات دي هتحفظ هنعرفهم الحمد لله قربنا نخلص. العمارة والفنون عند العرب تنوعت، فحصل عندهم تأثر في النحت بالحضارات المجاورة، وأشهرهم مدينة اسمها مدينة الحجر. طب مدينة الحجر فين؟ قال لك في الأنباط. تمام؟ طب مين مدينة الحجر دي يا مستر؟ قال لك ديار ثمود. عارف ثمود؟ اه. تمام؟ اللي هم قوم النبي صالح. فكانوا بيعملوا، الناس دي كانت بتعيش كتير جدا حوالي 1000 سنه، فهو يكمل 1000 سنه يقول لك خلاص اروح بقى اشوف لي بيت في الصحراء ولا بيت في الجبل اعيش فيه. يا ابني انت بقالك 1000 سنه عايش، ما انا رايح اعيش في الجبل يا عم، هو الواحد هياخد حاجه من الدنيا؟ فبيروح يعمل او ينحت بيت في الجبل يعيش فيه. تمام؟ فتسمت المدينه دي باسم مدينه الحجر. كانوا بيعملوا بيوت ضخمه جدا جباره جدا موجوده لحد دلوقتي بعض منهم. فكانوا بيعملوا البيوت في الجبال، قوم سيدنا صالح وهم قوم او ديار بني ثمود. طيب اثنين القلاع والحصون. دلوقتي قال لك احنا هنبني حصن حوالين المدينه.
ليه يا عم؟ لحمايتها. يعني اسباب عسكريه. اهم القلاع قلعه اسمها قلعه القسطل في الغساسنه. قسطل غساسنه، قلعه القسطل الغساسنه. طيب المعابد قال لك عندك ثلاثه. معبد الشمس في اليمن يعني جنوب. معبد او دير هند بنت النعمان في الحيره يعني شمال شرقي. طيب كنيسه الرصافه في الغساسنه يعني شمال غربي. يبقى انت عندك معبد الشمس في اليمن لانهم بيعبدوا الشمس، وهتنسى يعني المعبد ده له علاقه بمين؟ قال لك له علاقه بسبأ، سبأ اللي بتعبد الشمس. طيب دير هند بنت النعمان، النعمان بن مقرن المزني بتاع الحيره اللي تحالف مع الفرس ضد المسلمين. تمام؟ طيب فالنعمان بن مقرن المزني هند بنته ماتت فراح عمل لها دير عشان يخلد اسمها، فسمى سمى الدير دير هند بنت النعمان. فين؟ في الحيره. طيب كنيسه الرصافه في الغساسنه. مستر كنيسه الرصافه يعني الناس ديت عرفت الكنيسه من الروم؟ اه بالظبط. نيجي بقى للاصول. قال لك كان عندهم قصر اسمه قصر غمدان وقصر الخوارنق. تمام؟ زائد كان في قصر اسمه قصر المشتى. فقصر غمدان فين؟ قال لك في صنعاء. طب وقصر الخوارنق في الحيره، وقصر المشتى في الغساسنه. يبقى غمدان صنعاء، خوارنق حيره، مشتى غساسنه. غمدان صنعاء خوارنق حيره مشتى غساسنه. طيب نروح بقى للحاله الاجتماعيه. تعالى لي. المجتمع هينقسم هناك الى شويه طبقات، طبيعي. تمام؟ طيب فطبقات المجتمع هنا اتاثروا بشويه حاجات، فيبداوا ان احنا نقسمهم الى طبقات. يا اما الحاله الاقتصاديه، يا اما المكانه الاجتماعيه، يا اما الاصل اللي انت بتنتمي ليه. انت من عيله ايه انت عشان تبقى كويس؟ انت من عيله ايه عشان تتكلم معايا؟ بالظبط. ادي الاصل. تمام؟ فتيجي تبص قال لك ظهر في حياتهم وملابسهم التاثر بطبقات المجتمع. فالبدو مثلا كانوا بيعيشوا في الخيام او البيوت اللي بتتعمل من الطين وجذوع النخل. طب مستر هل الحضر هيكون كده؟ قال لك لا طبعا. ده في الممالك العربيه بدل ما نعمل بيوت من الطين او خيام، لا احنا هنعمل بيوت من الحجاره. وكمان ممكن نعمل بيت كذا دور، طابق فوق الثاني فوق الثالث. اه مستر عشان اهل الحضر. طيب الطبقات بقى عباره عن ايه؟ قال لك طبقه عليا بتتكون من الاحرار والاغنياء من التجار، زائد اصحاب الاراضي الزراعيه الكبيره والمراعي الواسعه، الناس الاغنياء. يعني هنا اغنياء اهو، يعني اقتصادي. طيب الطبقه الوسطى قال لك التاجر الصغير، صغار التجار. قلنا ملاك الاراضي الكبيره يبقى ملاك الاراضي الصغيره المحدوده. طيب قلنا هنا اصحاب المراعي، لا هنا يكونوا اصحاب الحرف. تمام؟ الطبقه الدنيا بقى قال لك دي غالبيه المجتمع، يعني اكتر ناس او اكتر فئه من المجتمع يا اما موالي اللي هم الاتباع الخدم، يا اما عبيد. تمام؟ الموالي والعبيد. العادات والتقاليد. عايز تريح كده ريح شويه، بس احنا خلاص خلصنا، ده اخر حاجه. طيب العادات دي ارتبطت بمعتقدات دينيه غلط. تمام؟ كانوا بيعتقدوا بايه؟ قال لك بيعتقدوا بالسحر والتنجيم، وكذب المنجمون ولو صدفوا. تمام؟ والقوى الخفيه من الجن اللي تقدر تجيب لك الخير وتبعد عنك الشر. مفيش الكلام ده طبعا. تمام؟ فهم كانوا بيعتقدوا بالسحر والتنجيم وقدره القوى الخفيه اللي تقدر تجيب لك الخير او الشر من الجن. كان عندهم شويه عادات، عادات ايجابيه وعادات سلبيه. واحد شرب الخمر، لعب الميسر، عصبيه قبليه. تمام؟ العصبيه القبليه دي اقدر اقول له عصبيه الدم او النسب، يعني ده رابط الدم والنسب. طيب الاغاره على طرق القوافل، يعني كانوا بيطلعوا على القافله التجاريه اللي ماشيه في الصحراء يروحوا سارقينها وماشيين. اغاره. مستر انا عايز اركز على دي جدا 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 جدا. تمام؟ زائد كان عندهم الاخذ بالصقر، لو انت قتلت من عند واحد هقتل من عندك واحد، ولو انت قتلت من عند واحد هقتل من عندك واحد، جمعيه ودائره. تمام؟ زي الفل. نيجي بقى واحد خلف بنت. خلفت يا ام احمد كذا. تضحك عليها يا شوبير، يعني تضحك عليها يا شوبير. فتيجي تطلع لك البنت يقول لك بس هنعمل ايه؟ نوقدها. ادفنها، اوقدها، تجيب لنا الفقر والعار والفضايح. هم والله مش احنا. فهنا لما يخلف بنت كان يدفنها، فبيعملوا حاجه اسمها وقد البنات. طب يا مستر دلوقتي لما يدفنوا البنات هم كانوا بيتجوزوا ازاي؟ او هيعرفوا ان هم يعيشوا ازاي؟ قال لك لا، ما هي وقد البنات كانت عند بعض القبائل بس. يعني الحضر ما بيدفنش البنات، لا كان بيحترم البنت شويه.
تمام. طب والقبائل مش كلهم هيدفن البنات، في منهم اللي هيقول لك لا ده هتجيب لي الفقر والعار والفضايح وكذا وكذا وكذا، تخلف، فيروح يدفنها. تمام. في بقى اللي هيقول لك ايه، نخبيها بدل ما نوقدها. ماشي. العادات الايجابيه قال لك الكرم، ركز لي على الكرم. مستر انت هنا بتقول لي عادات ايجابيه كرم وعادات سلبيه اغاره على طرق القوافل، مش الاثنين دول يا مستر عكس بعض؟ يبقى الاغاره على طرق القوافل تتناقض مع ايه؟ تتناقض مع الكرم اهو. طيب زائد كان عندهم الوفاء بالعهد، لو قال لك كلمه هو قد كلامه، زائد الشجاعه والعفو ورفض الذل. طيب نيجي بقى للمراه قبل الاسلام. قال لك المراه قبل الاسلام كان في مراه او شويه نساء لهم ادوار مهمه جدا داخل المجتمع العربي قبل ظهور الاسلام. فهنا كان لها دور مهم، بالاضافه الى دورها ومسؤوليتها بوصفها ان هي ام، يعني هي لازم في البدايه كان دورها ام، كان دورها اجتماعي. يبقى انت اول دور للمراه هنا هو كان دور اجتماعي اللي هو دورها كأم. بعد كده هتبدا تشتغل في الغزل اللي هو غزل صوف الغنم واوبار الابل، وشويه هتشارك في المعارك. بتعمل ايه يا مستر؟ قال لك تعالى كده انت هتعملي ايه؟ انت بتتفرجي على ايه؟ هو تروحي معركه تعملي ايه؟ مش تعملي اي حاجه، انت تقعدي ورا اخر الجيش. احتاج تشرب؟ اقول لك هاتي لي ميه اشرب، تجيبي لي اشرب. احتاج تتعور؟ تعالى الزق التعويره دي، هتلزق التعويره. يبقى هنا المراه دي كانت بتساعدهم، يا اما تضمد الجراح يا اما تجيب لهم ميه. يعني انا بحارب وبدافع عنك وانت بندهلك بقول لك تعالي كده تعالي هاتي كوبايه ميه، شربت يلا رجعت تاني في مكانك. فهنا تضمد الجرحى او تسقي المحاربين. طب ايه يا مستر تقرع طبول الحرب دي؟ قال لك دلوقتي تعالى بقى كده احنا هنستفاد، هنحتاجك. انا مراتي في ظهري، تمام؟ فمراتي حست ان احنا بنخسر، فيروح جاي الستات ماسكه الطبله تك 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 تك. ليه؟ قال لك عشان تعرف ان اهلك في ظهرك، فبالتالي تحارب بشجاعه. لا انا مش هستسلم، يا اخسر يا اما هدافع عن اهلي، يا موت يا دافع عن مراتي وبناتي وعيالي ومامتي وبابايا والناس دول كلهم. تمام؟ طيب يبقى كانت المراه تقرع طبول الحرب. في بقى بعض النساء هناك حظيت بمكانه مهمه جدا زي بلقيس ملكه سبأ، اللي هي طبعا قصه سيدنا سليمان والهدهد اكيد عارفينها، زائد زنوبيا ملكه تدمر اللي احنا اخذناها، زائد السيده خديجه رضي الله عنها اللي كانت شغاله في التجاره. طيب وبكده نكون خلصنا اول حصه لينا. طبعا هي هتطول عليك شويه ولكن معلش والله غصب عني لان احنا متاخرين. اقسمها على مرتين او انت اتفرجت عليها خلاص انت كده خلصتها. طيب باذن الله هننزل فيديو حل الجزء او الدرس الاول، ما تقلقش احنا مكملين باقي الفيديوهات كلها. استنى كل اسبوع الدرس بتاعك على المنصه زائد حل الدرس بعده على طول باذن الله. ما تنساش تتفرج على الحل، ما تنساش يا مستر ما تحلش قبل ما تتفرج ازاي بنحل. انا هعلمك ازاي تحل. تمام؟ عندك شريحه ان شاء الله بعد الحصه هنشوف درجتك باذن الله. اشوفكم على خير في الدرس الجاي. مع السلامه.